هنعمل النهاردة الكبدة صح الصح، كبدة اسكندراني من بلدها. الكبدة الاسكندراني خدوها بقى من بنت اسكندرية، احلى سندوتشات زي سندوتشات اللي بناكلها على العربيات، ومعاها سلطة الطحينة ما حصلتش. اول حاجة جبت الكبدة ودي عندي شرايح، انا ما ينفعش معايا الشرايح، انا عايزاها قطع صغيرة. هبدأ اقطعها وهي نص تجميد، يعني هي طلعت من الفريزر بقالها ربع ساعة كده، اقدر اتحكم فيها واعمل الحجم اللي انا عايزاه. قطعتها صغير كده زي ما بنشتريها متقطعة من عند الراجل. تمام. اولا الكبدة ما بتتغسلش، اقفلي على موضوع غسيل الكبدة ده خالص. جبت الكبدة بعد ما قطعتها حطيتها في طبق، وحطيت 4 5 6 10 فصوص توم مهروسين، معلقة كبيرة كمون، معلقة كبيرة كزبرة ناشفة، و3 ليمونات صغيرين كده زي ما هم موجودين وعصرتهم. تمام. لو عندك ليمونتين كبار يكونوا كويسين. تابعوا الخطوات دي مش هتشموا ريحة اي زفارة. يبقى انا عندي الكبده حطيت عليها توم مهروس، كتري شويه في التوم خليها راس توم، الكيلو اخد راس توم، و3 ليمونات صغيرين معصورين، ومعلقه من الكزبره الناشفه ومعلقه من الكمون. قلبي بقى الكلام ده وارجعي ضيفي بقى المكون الاساسي. ايه هو؟ طبعا الملح ده اساسي في اي حاجه، اللي هو معلقتين كبار من الخل، مش هتشمي اي ريحه زفاره. الخلطه بتاعت الكبده بتتحط عليها وهي نيه من البدايه، الخلطة بتتحط عليها وهي نايم، مش بعد ما اسويها ارجع احط الخلطة، لا. اهو هنزود الخل كمان معلقتين 3 خل. وعايزة بقى تحطي شطة او هريسة شطة او فلفل حامي، زودي براحتك. انا هحط معلقة صغيرة جدا من هريسة الشطة علشان عندي اطفال مش بيحبوها حامية طبعا. هقلب بقى المكونات دي، ومش هسمح لها تنزل دم ومش هسمح لها تنزل مية اساسا. اهو بصوا نص معلقة على طرف المعلقة كده من الشطة، كده هتكون تمام قوي. قلبتها بصوا ما زالت الكبده جامده، انا مخرجاها من الفريزر. هبدا بقى ما نزلتش دم خالص، بصوا تحت كده مفيش اي دم، ما بغسلهاش. عمرك شفت حد عنده عربيه كبده وقاعد بيغسل في الكبده؟ مفيش الكلام ده خالص. حتى لو كبده مجمده حتى لو بلدي مش بتتغسل. هي كل اللي بيحصل فيها ايه؟ بحطها بس في الخلطه بتاعتها اللي فيها ليمون كتير وفيها خل، مش هتلاقي اي زفاره. وبعد كده هبدا اشوحها. جبت بقى فلفل رومي قطعته، لو عايزه بقى فلفل حامي مش مشكله، لو عندك ضيفي، طبعا انا ما ضفتش. لازم بقى الخطوه التانية علشان تكون ناجحه هنزلها في زيت سخن، الزيت سخن جدا. حاطه حوالي ربع كوبايه زيت لكيلو الكبده، ربع كوبايه زيت في طاسه، وسبته لما سخن جدا، ونزلت بالكبده بخلطتها كده على الزيت وهو سخن، والنار عاليه من اول ما ابتديت لغايه ما هخلص، ما بوطيش النار خالص، وايدي فيها على طول. شايفين كميه الزيت اللي فيها؟ طبعا بنحط زيت عباد او زيت ذرة، علشان طبعا الكبده بعد كده بتتاكل بزيتها بكله، مش بتتصفى من الزيت. واساسا مش هيبان فيها زيت في الاخر، كل الزيت ده هيبقى ايه؟ هيبقى مخلوط عليها كده. ايدي فيها على طول. انا عماله طبعا اكسر فيها لان هي كانت شبه مجمده، او كانت داخله في ايه، في تجميد بسيط. اهو بصوا كده شكلها، بتشوفوها كده على العربيات ولا لا؟ عربيه الكبده شكل الكبده عامله كده. قولوا الحقيقه. نبدأ بقى ننزل بعد ما دخلت في 3/4 سوا. الفلفل مش بينزل في الأول أبدا، لا بينزل بعد ما الكبدة دخلت في 3/4 سوا، مقربة على سوا خالص. نزلت بقى بالفلفل اللي عندي. تقدري طبعا تزودي قرنين فلفل حامي، بس أنا ما عملتش كده عشان الأطفال، أو فلفل ألوان حاجة ترجعلك. وقلبي بقى. تحفة، فظيعة، ما تقدريش تميزيها عن بتاعة الفلاح وبتاعة الاتحاد السكندري والناس الحلوة اللي عندنا هنا في اسكندرية. حاجة كده جميلة. دوقي بقى الملح، عايزة تزودي شوية ملح، عايزة تزودي شوية كزبرة ناشفة، هي دي بهاراتها: ملح، كزبرة ناشفة، كمون، شطة، والثوم طبعا، والليمون والخل. اللي يزود عن كده بقى هو مسؤول، مش كبدة اسكندراني خالص. تعالوا بقى نعمل صوص الطحينة. معلقة توم مهروس، شوية طحينة حلوين كده، شوية بابريكا، دي بابريكا على ملح على فكرة، وشوية كمون صغيرين، وشوية كزبرة ناشفة صغيرين. وزودت ملح بسيط لأن التوم فيه ملح والبابريكا عليها ملح، وعصير ليمونة. الكلام ده قلبيه مع شوية مية سخنين. قلبي قلبي قلبي. هتخرز كده معانا. أنا مش عايزة فيها التخريزة دي، أنا مش عايزاها تكون خشنة. هزود كمان شوية مية لغاية ما تنعم وتفتحها خالص. ادي أحلى وأسهل صوص طحينة مع الكبدة، ولا بيتاكل معاه مايونيز ولا كاتشب ولا تومية، هي كبدة وطحينة مفهومة. ده أكل اسكندراني. كلوا بقى واستمتعوا بالوجبة الجميلة دي، وادعولي.
قولوا لي بقى طريقتكم ايه، لو طريقه غير كده تبقى مش دي الكبده الاسكندراني اللي احنا متعودين عليه، اكيد دي كبده حاجه تانية نحترمها برضو. ندوق بقى الصوص ده، لقيته مظبوط مش محتاج اي حاجه. نبدا بقى نطلع الكبده اهي، هعصر عليها ليمون تاني، الليمون الاولاني ده حاجه واللي بعد كده ده حاجه تانية اللي بتحب الليمون. وهقلبها كده بقى تمام جاهزه معايا. اعمل بقى سندوتشات، تعمليه بقى في عيش عادي اللي هو العيش البلدي بتاعنا او العيش الفينو. جبنا العيش، هنبدأ بقى نحط الطحينة من تحت ونزود الكبدة بتاعتنا. ايه رأيكم بقى في الطريقة؟ قولولي لو عجبتكم، ما تنسوش تقولولي رأيكم في الكومنتات وتحطوا لي لايك، ولو انتوا على الفيسبوك اعملوا لي فولو، ولو انتوا على اليوتيوب اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. ما تنسوش اللي قلتلكوا عليه، الكبدة ما بتتغسلش، وتاني حاجة الكبدة بتنزل في زيت سخن. هتعملوا الخطوتين دول، حطوا بقى بهارات اللي انتوا بتحبوها، اعملوها بأي طريقة. لو حافظتوا على الخطوتين دول هتعملوا أحلى كبدة. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.